كده الريحة دي. ايه ده؟ أمي ماما! امي ايه اللي حصل؟ امي يا جامد! امي! لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يا جماعة المشهد اللي انتوا شفتوه ده إن توفت بقالها 3 أيام، وللأسف الشديد أولادها قاعدين معاها في نفس المكان، لكن 3 أيام ولا حد بيسأل عليها ولا حد بيزورها ولا حد بيعمل معاها أي حاجة، واكتشفوا إن هي توفت مش عشان هم زاروها، لا اكتشفوا إن هي توفت عشان شموا الريحة القوية اللي انتوا شفتوها في الفيديو. والكلام ده يا جماعة للأسف الشديد موجود كتير جدا جدا. أنا بذات نفسي غسلت أكتر من حالة كانت بتقعد بالأسبوع ميتة في البيت، الراجل يبقى عنده أولاد لكن للأسف اللي مسافر واللي مشغول وقاعد لوحده ويموت، وتخيل يقعد أسبوع كامل محدش يسأل عليه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده، يعني ما ينفعش ان انت تبات لوحدك. لو انت مثلا اي شخص ما ينفعش يبات لوحده، طب هبات لوحدي لازم اكون مدي ارقام تليفونات لحد قريب مني يطمن عليا كل يوم عشان ما يحصلش زي ما احنا شفنا. الامر الثاني صله الرحم فين لما تبقى قاعدين في بيت واحد، وانا شفت الكلام ده قدام عيني، وما تنزلش تشوف ابوك، ما تنزلش تشوف امك، ستسال عليهم يوم القيامه. يعني انتوا كده فرحانين، ده انتوا شوفوا بتتقطعوا وشكوا بيتقطع من الحسره بسبب اللي انتوا عملتوه، ما بالكم بقى يوم القيامه بسبب قطع. يعني شوف اللي انتوا عملتوه ده سبحان الله مصيبه من المصايب. والله يا جماعه انا مش عارف والله اتكلم بسبب ان الفيديو ده انا شفته قدام عيني كتير جدا جدا جدا. طب الملخص ايه؟ الملخص ان لازم نصل الرحم. ابوك وامك اهتم بيهم، ابوك وامك اسال عليهم، ابوك وامك حتى لو تزوجت لازم تكلمهم، لازم تنزل تقعد معاهم، ما ينفعش ما تسيبهمش، ده ابوك وامك. لكن لما الاب والام يموتوا والاولاد ما يعرفوش ويبقى عايشين ومحدش يسال عليهم لحد ما الريحه تنتن، فدي مصيبه من المصايب. اياكم يا جماعه وعقوق الوالدين. الامر الثاني لا ما تباتش لوحدك. هبات لوحدي يبقى في رقم مع حد مقرب ليا بيطمن عليا كل يوم، لكن اقعد بالشهر والشهرين ابات لوحدي للاسف الشديد ناس كتيره جدا بتموت ومحدش يعرف عنها اي حاجه بسبب الريحه. بيعرفوا ان هو مات، ربنا يسترها ويعدينا منها على خير يا رب العالمين، ويصلح حال المسلمين جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.